بينا نجهز مع بعض سريعا علشان نازله اشتري شويه حاجات للبيت، واخيرا نازله ادفع اشتراك الجيم، لانه بصراحه انا الفتره دي مش احسن حاجه خالص. مش عارفه مالي، نفسيتي وحشه قوي قوي مهما بيتعمل لي، مهما بروح ومهما باجي ومهما بطلع. الفتره دي بتحصل لي كل كام شهر كده في حياتي، انه مهما عملت اي حاجه مفيش حاجه بتبسطني، مش حاسه باي حاجه، حاسه ان انا وحيده، حاسه ان انا متضايقه دايما، حاسه ان انا مضغوطه، مع انه مفيش حاجه ضغطاني، انا براحتي اعمل يعني مفيش حاجه لازماني في حياتي او ضغطاني في حياتي ان انا اعملها دلوقتي. عادي بعمل كل حاجه براحتي، مش عايزه اعمل غدا النهارده ما بعملش، مش عايزه اطلع النهارده ما بطلعش، فانا براحتي. بس مش عارفه ليه حاسه الفتره دي ان انا مضغوطه قوي قوي. عشان كده انا قررت ان انا هروح ادفع اشتراك الجيم واشتري شويه حاجات للبيت كده، لانه البيت بجد ناقصه حاجات كتير. وعايزه اشتري خضار، يعني طالما اشتركت في الجيم عايزه اشتري خضار واحطه في التلاجة علشان اكله، وعايزه اظبط اكلي على قد ما اقدر علشان انا معدتي بجد تعبانه قوي، وعشان انا عكيت الفتره اللي فاتت كتير قوي. فبس ادعوا لي ابقى كويسه، ويعني ادعوا لي افهم نفسي، يعني ادعوا لي افهم نفسي. بصراحه في اسباب كتير مضايقاني، بس انا مش شخص تافه لدرجه ان انا ازعل او اتضايق او اكتئب من لا شيء. يعني لا، في حاجات كتير قوي بتضايق الواحد، وفي حاجات كتير قوي معكننه على الواحد، بس يعني محدش بيطلع يقول ومحدش هيصور خيبته. ف في حاجات كتير قوي قوي مضايقاني، واسباب كتير قوي مضايقاني، بس يعني بنحاول نتعايش. انا هعمل ايه؟ مش هعمل اي حاجه. في وشي اللي فات في حد قال لي ان ايمان حواجبك خفيفه، تقليها ببودر شويه. يا جماعه يا جماعه يا جماعه بالله عليكم، انا بحاول اكون طبيعيه معاكم. فانا قاعده في البيت، هطلع لكم هرسم حواجبي ليه في البيت؟ ليه؟ هل انتوا بترسموا حواجبكم في البيت؟ يعني ما بنرسمش حواجبنا في البيت يا جماعه، فمش هطلع رسماهم. حاجه انه انا بعلي اضاءه الموبايل ذات نفسها، وبتبقى الاضاءه اضاءه البيت عاليه، فده بيخلي الملامح تبهت شويه. يعني انا لو جبتكم كده فحواجبي اهي، شايفين؟ انا بطلت اعمل حواجبي من حوالي سنه، يعني بقالي سنه بالظبط انا ما بلمسش حواجبي خالص، ما بعملش الا الحته دي بس وخلاص. انما بقى ان انا اروح لحد يعملهم لي، فانا بطلت الحوار ده من زمان قوي، يعني بقالي اكتر من سنه كمان. ده شكل حواجبي، انا شايفه ان هي الى حد ما تقيله مش خفيفه، بس عشان انا قاعده في البيت اكيد مش هرسمهم في البيت. لما ببقى طالعه بقى خروجه بقى اللي هو خروجه كويسه كده وشيك برسمهم طبعا، بس يعني انا بصور لكم من البيت، ليه هرسم حواجبي في البيت؟ خلينا طبيعيين كده مع بعض، وخلينا ايه، بلاش السوشيال ميديا تكون مصدره لنا صوره معينه، لازم يكون شكلنا معين، لازم يكون معرفش. انا بحاول اكون طبيعيه معاكم على قد ما اقدر علشان اعرف اصور لكم في اي وقت، مش عشان مثلا افتح الكاميرا واصور لكم اروح ارسم حواجبي، احط ميك اب، اظبط الطرحه، اظبط لبسي. انا زي ما بكون في البيت بطلع معاكم، اعتقد انا يعني بطلع بشكل مهندم الى حد ما. مفيش حد فينا بيرسم حواجبه في البيت، ومفيش حد فينا بيحط ميك اب في البيت، اعتقد يعني اعتقد انا ما بحطش ميك اب في البيت، هو التنت والليب جلوس ده لو هحط وخلاص. فانا بحاول اكون طبيعيه على قد ما اقدر معاكم، وبحاول نكون شبه بعض كده. انا هسرح حواجبي دلوقتي علشان انا متاخره قوي. طبعا بنتي نايمه، هصحيها هوديها لماما علشان انا هروح في اماكن كتير النهارده، فمش هينفع سيليا تيجي معايا خالص. وبعد كده هحط شويه من تنتو صغننين قوي وليب جلوس. اكيد انتوا اتعودتوا انا بحط ايه. لو رغيت يا جماعه او اديتكم شويه طاقه سلبيه، بس انا حقيقه مش كويسه، بس يعني احنا بيعدي علينا، وبقول لكم كده علشان احنا بيعدي علينا اوقات ما بنبقاش كويسين، يعني فاهمين؟ طبعا هو باين ان هو بشع في التصوير، بس هو في الحقيقه مش باين. بس المهم، فاحنا بيعدي علينا اوقات بجد بنكون مش في احسن حالاتنا خالص، يعني ما ينفعش بجد كل الايام نكون تمام وكويسين، لا بيعدي علينا فترات في حياتنا احنا مكتئبين، يا اما عارفين اسباب الاكتئاب يا اما مش عارفين. هخرج بالصوت دي مش هغيرها بصراحه. انا مش عارفه اشكر اللي اخترع الصوتات دي او اخترع كونسبت الصوت دي. انا عندي منهم كتير قوي، كنت جايبه منهم صفقه دايما بلبسهم، هم اللي على طول بخرج بيهم. انا بحبهم قوي، خفاف وبيبقى شيك في نفس الوقت، مش بتحتاجي تعمليهم ستايلنج كتير. فانا يعني يا دوب بس هلف الطرحه لفه كويسه، هلبس باندانه والف الطرحه لفه كويسه وخلاص كده الاوتفيت خلص خلاص. فاللي اخترع الصوتات دي انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. خلصت، هرش بس البودي ماست ده، بعد كده هروح اودي بنتي لماما عشان انزل بسلام وامان وما تضايقنيش وانا نازله. من بره ممكن ما تطلعونيش بره تاني علشان انا صرفت كل فلوسي ومفلسه لاخر الشهر. هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها سريعا. اشتريت حاجات حلوه قوي
وصفقات بالنسبه لي. اول حاجه كان نفسي فيها من زمان قوي، وهي زي عبايه سمرا كده او ملحفه زي ما هي قالت لي. اوريها لكم، ما فيهاش اي حاجه خالص. ده كده شكلها وبسوسته. انا طبعا مش هتبان الا في اللبس، والاكمام بتاعتها تحفه اهي. الاكمام بتاعتها اهي، انا ممكن اقيسها لكم واوريها لكم. ده كده يا جماعه شكلها، شايفين؟ تحفه. يعني كلمه تحفه قليل عليها، في الحقيقه بصراحه احلى بكتير. هي بس عايزه تتضيق شويه، وعايزه كمان الاكمام تترفع شويه. انا جايباها ليه؟ جايباها عشان اروح بيها الجيم كل يوم، البس لبس الجيم تحتها واروح بيها، فبتبقى سهله قوي كده الموضوع. لانه يعني كل يوم هروح الجيم، هروح طول الاسبوع، فبصراحه كل يوم افكر اقول انا هلبس ايه، لا، فبتبقى صعبه قوي. غير ان انا باخد معايا لبس الجيم، بقلع هناك اللبس الخروج وبلبس لبس الجيم، فلا. ده كده شكلها، وهي بصراحه في الحقيقه احلى كتير قوي. هلبس تحتها لبس الجيم وخلاص. فان هي تحفه بصراحه. هي سعرها غالي شويه، بس هي تحفه وفي الحقيقه خطيره. انا عايزه اوريها لكم برده من هنا. شايفين واسعه قد ايه؟ يعني هلبس لبس الجيم تحتها بكل سهوله وهلبسها. نيجي بقى اللي اشتريته بعد كده. اشتريت السليبر ده كده شكله تحفه يا جماعه. كان سعره حلو قوي، كان سعره 100 جنيه، فحلو قوي قوي بالنسبه لسعره اهو. ده كده شكله خطير وايه قوي قوي، ولونه حلو قوي. بس ده طبعا ما يطلعش بيه بره البيت، يعني انا جايباه للبيت. تحفه، عاجبني قوي. شايفين الكواليتي بتاعته حلوه قوي، لا خطير. جبت كمان شبشب للحمام. ده كده شكله علشان اللي عندي ادم بصراحه. الخامه بتاعته حلوه، اهم حاجه يكون في حاجات كده من تحت عشان ما يزحلقش في الحمام. خطير، وبرده كان سعره 100 جنيه. بعد كده جبت برطمان النسكافيه ده، وده صفقه النهارده بصراحه يا جماعه. ده 190 جرام، وكانوا عاملين عليه عرض ب 450 بدل تقريبا 600 او حاجه كده. فده صفقه النهارده بالنسبه لي تحفه، وهيكفيني كتير قوي. يعني الحاجات دي هتكفيني كتير، احسن بقى ما كل شهر بشتري برطمان من الصغنن وبيخلص في الشهر. فاللي بيفهم بيريح. نجيب الكبير ده عادي، هنيجي على حاجه تانية في الشهر، بس نجيب الكبير ده هيكفينا كذا شهر مع بعض، ويبقى في نفس الوقت وفرنا حوالي 100 جنيه او 150 جنيه. اشتريت ايه كمان؟ اشتريت الفول ده بتاع هارفست. اشتريت اللي هو مكتوب عليه بالخلطه المصريه، اللي هو بالزيت والكمون والليمون. واشتريت كمان الساد. انا جربت هارفست ده النهارده في الفطار، تحفه. يعني كلمه تحفه قليله عليه، لان انا بصراحه بقيت بقرف من محلات الفول والطعميه ان انا اشتري منها فول او طعميه. فبشتري الطعميه بتاعت بسمه، وبشتري الفول بتاع هارفست وخلاص. اشتريت كمان لسان عصفور بتاع ايطاليانو، احلى لسان عصفور ممكن تاكلوه في حياتكم. اشتريت الكيس ده بتاع الفرابيه. ده فرابيه سبانيش لاتيه، انا جربت قبل كده منه اللي هو بالكراميل، كان تحفه. اشتريت طبعا تونه، واشتريت حلاوه المولد دي اللي هي اسمها الفوليه من العبد، خطيره وسعرها رخيص قوي. اشتريت كمان الشاي بتاع الاسترخاء ده من امتنان، سمعت عنه كلام كتير حلو فقلت هجيبه. اشتريت كمان صوص البلو بيبي ده اللانشون وجبنه رومي. انا بجيب لانشون بيف وبجيب الرومي طازه، والحاجات دي بنجيب منها كميات قليله علشان بتبوظ بسرعه. الحاجات اللي انا جبتها كلها، انا حاسه ان انا عملت صفقه النهارده. مبسوطه بصراحه بالملحفه او بالعبايه، ومبسوطه كمان بالنسكافيه اللي انا اشتريته. عارفه ازاي نسيت اوريكم؟ دي فاكهه الدراجون فروت. انا بشوف ناس كتير قوي بتجربها على تيك توك، فانا جبتها عشان نجربها سوا. معايا السكينه والطبق والمعلقه عشان تتاكل بالمعلقه. المفروض اول حاجه المفروض ان انا هقطعها من النص كده، واحساسها تحفه وهي بتتقطع يا جماعه. كمل بس قطعها، وعايزه اوريكم الاول وهي بتتفتح، وبعد كده انا هشوف. واو، شكلها تحفه يا جماعه، لونها خطير، لا تحفه. بصوا الشكل عامل ازاي من جوه. طبعا هي اغمق في الحقيقه شويه. بقى نجربهم مع بعض. المفروض ان احنا بناخد معلقه وبنحطها فيها كده. انا متحمسه، انا عمري ما كنت متحمسه في حياتي لحاجه قد دي. وانا قطعت حته كده، بسم الله، انا خايفه. ملهاش طعم، خيبت املي بجد، لا ملهاش طعم. هاخد حته كمان يمكن انا ظلماها. ملهاش اي طعم خالص، غير احساس البذور اللي فيها ده وحش قوي. يا خساره فلوسك يا صوبي، ملهاش طعم، لا بشعه، محدش يجربها،
محدش يشوفها في مكان ويجربها او يدفع فيها فلوس. انا خايفه اقول لكم انا دافعه فيها كام. خلاص يا جماعه، قدر ولطف، مش مهم. تعالوا بقى اقول لكم على اكتر تركايه او اكتر حاجه انا بعملها في الميزانيه بتاعه البيت، وبالذات في ميزانيه اللحوم والفراخ والحاجات دي. بتخليني اوفر كتير قوي، بتخليني اوفر النص بالظبط في الميزانيه. طبعا الشوت ده او المقاطع اللي هتيجي في الفيديو دي انا مصورها في يوم تاني خالص، بس انا قلت اجمع لكم اليومين على بعض بحيث ما نطولش ويكون الفيديو فيه اكتر قدر من الاستفاده، تستفادوا منه اكتر. اول حاجه انا كنت الاول يعني اول ما اتجوزت كنت بشتري كيلوهات البانيه، يعني اروح عند بتاع الفراخ اقول له لو سمحت انا عايزه 2 كيلو بانيه 3 كيلو بانيه للشهر. كان بيديني الكيلو مثلا مهما كانت الفراخ سواء رخيصه او غاليه، كيلو البانيه ما بينزلش عن 200 جنيه بتاتا، يعني كيلو البانيه بيفضل ب 200 جنيه. وليكن مثلا انا بيكفيني في الشهر 3 كيلو بانيه ب 600 جنيه. انا ما بقتش اعمل كده، ما بقتش اشتري كيلوهات البانيه دي لوحدها، بقيت اروح لبتاع الفراخ اقول له لو سمحت انا عايزه مثلا اوزن 3 فرخات مثلا او 4 فرخات. بيوزن لي ال3 فرخات او ال4 فرخات، طبعا اللي كان في الفيديو ده كان 4 فرخات. المهم بيوزن لي ال4 فرخات، تقريبا ال4 فرخات دول يا جماعه قاطعين ب 675 جنيه او ب 700 جنيه. فانا كده جبت 4 فرخات ب 700 جنيه. خليت الراجل يعمل لي ايه بقى؟ خليت الراجل قلت له اخلي لي الصدور بتاعه الفراخ، يعني اعملها لي بانيه، والاوراق كمان اخليها لي علشان اعمل منها شيش طاووق. طبعا انا طلبت منه ان هو يشيل لي الدبوس بتاع الورك لوحده خالص من غير ما يخليه، علشان اعمل بيه صينيه بطاطس، او الدبابيس ليها وصفات كتير قوي قوي بيتعمل بيها، بس هو طبعا ما عندوش ضمير خالص. فمع اني والله العظيم اديته اكتر من حقه، يعني هو طلب مبلغ معين انا زودت له عليه 20 جنيه او 10 جنيه علشان يهتم بالفراخ ويعملها. طبعا هو خلالي الدبوس بالورك كله، يعني خلالي الورك كله عملوا زي ما بنعمل الحمام الكداب، زي ما بيكون شكل الوراك وهي معموله حمام كداب، فعملوا بنفس النظام. طبعا ده هدف معايا كتير قوي. هو لو كان فصل الدبوس كنت هعمل وجبات تانية من الدبوس بتاع الفراخ، والجزء اللي هو بيبقى فاضل من الورك ده انا بعمله بقطعه بعمله شيش طاووق. فكده انتوا متخيلين انه 4 فرخات بس بنفس ثمن 3 كيلو البانيه اللي انا كنت بدفعهم. شايفين ما شاء الله ما شاء الله كميه البانيه قد ايه؟ طبعا فوق ال 2 كيلو بانيه، غير الاوراق اللي طالعه، غير الدبابيس اللي طالعه، غير كمان الاجنحه والحته اللي بتبقى فاضله من الصدر اللي هو بيخليه بيحطها كمان. فانتوا متخيلين احنا بنفس ثمن البانيه اللي احنا بنشتريه انا عملت 2 كيلو بانيه، وجبت كمان يعني الزياده بقى على البانيه ان انا وراك معايا وراك بتعمل وجبات تانية. فبصراحه التركيه دي حلوه قوي، انا من ساعه ما عرفتها وطبقتها انا ما بقيتش اشتري بانيه سايب كده. انا اشتري الفراخ اقول لبتاع الفراخ ممكن ادفع له زياده، مثلا ادفع له 20 او 30 جنيه زياده عن حقه مثلا عشان يهتم بيها، واقول له لو سمحت اخلي لي الصدور واخلي لي الوراك وسيب لي الدبابيس لوحدها، عشان الدبابيس بيتعمل بيها وصفات كتير قوي قوي وكلهم احلى من بعض. فانا بقيت اعمل كده بصراحه. هنا بقى انا هقول لكم انا عملت ايه. انا الفراخ الاول طبعا اللي انتوا شايفينه ده كله في الفيديو، على الرغم ان انا حطيت ليمون وحطيت زنجبيل وحطيت ملح، انا بغسل الفراخ بتاعتي بليمون وزنجبيل وملح. على الرغم من اللي انا عملته ده كله في الفراخ، بس دي تعتبر غسله مبدئيه. يعني انا لما اطلع الفراخ دي من الفريزر عشان اطبخها برده هغسلها بنفس الطريقه، وهغسلها مره واثنين وثلاثه، وهسيبها منقوعه في الليمون والزنجبيل والملح تاني. فانا دي يعتبر غسله مبدئيه، لان الكميه كانت معايا كبيره قوي وانا كنت جايبه الفراخ وقت متاخر، فانا برده يعني ما اتكتش عليها قوي في بس انا طبعا مش هينفع باي شكل من الاشكال ان انا احط الفراخ بزفرتها كده في الثلاجه، فاخترت ان انا انضفها واغسلها غسله سريعه كده مبدئيه، وبعد كده ان شاء الله الطبق اللي هطلعه انا هغسله هرجع اغسله تاني. هنا بقى انا قسمت البانيه، شايفين يا جماعه؟ طبعا انتوا قسموا على حسب عدد الافراد، وانتوا كل ست فينا عارفه هم بياكلوا ايه او افراد اسرتها بياكلوا ايه. فانا قسمت البانيه، شايفين ما شاء الله عمل معايا كام طبق؟ عمل معايا حوالي 6 اطباق. وقسمت كمان الوراك، طبعا هو الله يسامحه انا مش عارفه ليه يا جماعه الناس ما بقاش عندها ضمير، يعني انا مديالك حقك ومديالك اكتر من حقك وعملتليش اللي انا عايزاه. المهم ده كان الشكل. انا حطيت كمان الوينجز بتاعه الفراخ حطيتها كمان مع الوراك، وقسمت التقسيمه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا كنت الاول بعمل تتبيلات بقى وبحط الحاجه متبله، بس انا بصراحه ما عنديش طاقه ولا عندي وقت، وبنتي كانت فوق راسي، فانا قلت هحط كل حاجه وهغلفها، ولما اطلع هبقى اتبل، يعني هبقى اتبل على طول، يعني هبقى اتبل حاجه بحاجه. اللي هطلعه اشوف انا هعمل ايه النهارده واتبله. طبعا انا كنت زمان والله يا جماعه كنت
انا كنت استاذه في التفريزات. كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب البانيه ده بقطع شاورما واتبلها، اعمل بانيه واتبله في البقسماط، اعمل كفته، اعمل الحاجات دي. طبعا هنا جوزي كان بيساعدني، هو اللي لف الاسترتش. طبعا بصراحه انا كنت فصلت خالص. بالنسبه لي غسيل الفراخ ده اصلا صعب قوي، لان انا بدأ في كل تفصيله بياخد وقت كتير قوي، خصوصا لو معاكم اطفال، فالحاجه اللي بتاخد نص ساعه بتاخد ساعه. طبعا اللي معاهم اطفال عارفين اللي انا بحكي فيه ده كله. المهم ان هي خلصت بنجاح، وعقمت بقى كل حاجه انا استخدمتها يا جماعه بالديتول. الديتول الحاجه الوحيده اللي بثق فيها ان هي هتعقمني كل حاجه، فانا عقمت الرخامات والحوض، كل حاجه عقمتها. هنا بقى انا كنت شاريه شويه مشتريات، وكنت طالبه اوردر من نون، فقلت افرجكوا عليه. انا طلبت السيربس دي بتاعه شركه مصريه اسمها مانوتي، هم حلوين قوي. كنت طالبه السوتد كارمل والايريش كوفي والهازل نت، كلهم حلوين، الثلاثه حلوين. بس طبعا انتوا عارفين اكتر حاجه عجبتني هي السولتد كارمل، كان تحفه. اشتريت بقى منظفات. انا من رمضان اللي فات يا جماعه انا ما اشتريتش منظفات، فاشتريت اوكسي، واشتريت كمان فيبا، واشتريت الشامبو والسيرب ده بتاع الشعر التحفه، اقل ما يقال عليه ان هو تحفه. واشتريت ملمع زجاج، واشتريت كمان لعنه الفراعنه علشان النمل اللي عندي، وما شاء الله من ساعه ما رشيتها يا جماعه وانا ما عنديش نمل خالص. وجبت كمان ملمع الاساس بتاع فريده تحفه وريحته خطيره بجد تحفه. واشتريت مناديل مبلله، واشتريت كمان نوع دواء نمل كده. اشتريت مناديل، اشتريت مكرونات بقى، اشتريت مكرونات الضحى كلها باشكالها وبانواعها. اشتريت كمان المنظم بتاع الاكسسوارز ده، لان انا كنت حاطه الاكسسوارز بتاعتي في الادراج، فطبعا بنتي ده شملتها، فانا جبت المنظم ده عشان احط فيه كل الاكسسوارز واحطها على التسريحه عندي. شكله تحفه، سعره كان حلو قوي، وكمان بياخد كميه كبيره قوي من الاكسسوارات. بعد كده بقى كنت شاريه كمان المنظم ده بتاع التوابل، علشان انا الرخامه عندي كانت زحمه قوي قوي، فقلت هجيب ده احط فيه الملح والفلفل الاسود والكمون والسبع بهارات. دول اكتر توابل انا بستعملها، واحطها جنب البوتاجاز هيبقى سهل عليا قوي في الاستعمال. جبت بقى يا جماعه الاختراع ده زي منظم كده للالعاب، حجمه كبير قوي، سعره رخيص، كان تقريبا ب60 جنيه. تحفه، بيلم العاب كتير قوي. انا هفتحه لكم دلوقتي واوريكم الحجم بتاعه من قريب. بياخد كميه العاب يا جماعه لا حصر لها. شكله كان تحفه برده، كان في منه الوان كتير قوي، بس انا اخترت اللون ده وبس. دي كل المشتريات اللي انا اشتريتها، ما اشتريتش حاجات غير كده تقريبا. تقريبا ما اشتريتش للحاجات دي. هوريكم برده المنظم عن قرب كده علشان تشوفوا. لا خطير يعني، دي صفقه بصراحه، وسعره كان 190 جنيه. انتم متخيلين سعره كان رخيص قوي. هو بقى كانت معايا في محل الادوات المنزليه وانا بشتري الحاجات دي، فهي عارفه قد ايه انا بحب المجات، فجابت لي المج التحفه ده. وبس كده يعني، دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها. هفضي بقى المنظم ده وهحط فيه كل البهارات علشان احطه جنب البوتاجاز. هنا كنت مسجله الصوت على المقطع، بس طبعا بنتي كانت عامله دوشه وعامله هليله جنبي، فانا ما حبيتش ازعجكم وقلت اعمل عليه فويس اوفر وخلاص. ده كده كان شكله رخامه. كل الكركبه اللي انتم شايفينها دي بقى انا هلمها واحطها فوق في الظرف عينها، لو احتجتهم في اي وقت هنزلهم تاني، انما انا ان شاء الله مش هحتاجهم. انا حطيت يعني، شايفين انا بدلت المنظم ده بالكراكيب اللي كانت معموله على الرخامه دي. بصراحه الرخامه فضيت قوي. اخر حاجه عملتها بقى في اليوم، كنت جايبه نعناع غسلته ونشفته كويس قوي، وبس حطيته في علبه تحته مناديل وفوق مناديل، بيفضل معايا الاسبوع بحاله. بس كده خلص فيديو النهارده. متنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو، طوروا تحت في الكومنت وقولوا لي عايزين ايه الفيديوهات الجايه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.